في الفيديو ده هشرح لكم طريقة تعريب قوائم لعبة بيس 2017 نسخة الكمبيوتر وإضافة التعليق العربي. انتظروني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أبو اليسر تك. النهاردة هشرح لكم طريقة تعريب قوائم لعبة بيس 2017 وإضافة التعليق العربي كمان. أي لاعب لعبة بيس فاهم حاجة واحدة كويس، إن كل قرار جوه الملعب بيفرق. لما تكون القوائم إنجليزي والإعدادات مش واضحة، أنت بتلعب بنص إمكانياتك حتى لو مهاراتك عالية. تعريب بيس 2017 بيحل المشكلة دي من الأساس. بتفهم الخطة اللي أنت مختارها وبتعدل التعليمات وأنت واثق، وبتلعب وأنت فاهم كل اختيار بتعمله. والتعليق العربي مش بس حماس، ده جزء من التركيز والإحساس بالماتش، بيخليك متابع كل تفصيلة وحاسس باللعبة لحظة بلحظة. أول حاجة هننزل التعريب، أنا هسيب لكم اللينك في الوصف. أنا هنزل تعليق فارس عوض. هنعمل نسخ كده، كوبي، وهنروح ل 1 دي ام وندوس على العلامة اللي فوق دي، ندوس نو. هنا هندوس على لينك كوبيد عشان يعمل له لصق، وننزل تحت. طبعا أي إعلانات بندوس عليها هنا ندوس كنسل. تمام، بندوس على فري داونلود، وبندوس هنا I am not a robot. هنا بيقول حدد الصورة اللي فيها كوبري، دي ودياتي ودي كمان كده. تمام، هتدوس على كرييت داونلود لينك، وهتدوس كليك هير تو داونلود. كده هيبدأ معانا. دوس ستارت. طبعا أنا محمله قبل كده. هنروح على مدير الملفات، الذاكرة الداخلية، داونلود 1 دي ام. هنلاقيه هنا في الكومبريست. ادي التعليق بتاع فارس عوض. هنفتحه عن طريق تطبيق رار، وهندوس هنا على السهم الفوق، هندوس اوكي. كده هيفك الضغط. الفولدر هنا هنعمل له كوبي ونروح على اللعبة عندي في داونلود جيمز بيس 2017 داتا، وهنعمل بيست. هندوس هنا على اوفر رايت عشان نستبدل الملف. كده تمام. هنروح بعد كده نشغل المحاكي، وهنوصل الدراع علشان الدراع بيساعد على تزويد الفريمات في اللعبة. أنا هوصله عن طريق البلوتوث. كده تمام. هنشغل كده المحاكي. هنفتح الدي جيمز بيس 2017. في الأول هنشغل ملف السايدر، علشان أنا حاطط عليها باتش هانو اف سي 26. بعد كده هنشغل اللعبة اوبن. هنروح على السيستم سيتنج علشان نفعل اللغة العربية. لانجوج سيتنج،
أول واحدة in game text هنخليها عربي، ده علشان نفعل اللغة العربية في القوائم بتاعة اللعبة. نرجع لغة التعليق، هنا هنختار برضو عربي عشان نخلي التعليق باللغة العربي. تمام كده، نرجع وهنجرب نشغل ماتش ونشوف التعليق العربي هيشتغل ولا لأ. زي ما احنا شايفين القوائم كلها بقت باللغة العربية. محدد كم فارس عود من ملعب المباراة لتغطية وتعليق على مجرياتها باللقاء. ريال مدريد، أتلتيكو مدريد. مشاهدينا متابعينا، أهلا بكم في كل مكان. هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض للتعليق على مجريات هذه المباراة، ولنتمنى بأن تكون على قدر الطموحات والتوقعات ونشاط وجبة كروية دسمة من الفريقين. ضربة البداية، كيليان مبابي. كرة بينية، عرضية في وسط البوكس. عندنا فرصة التمرير. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. أرنولد، كرة مقطوعة تخلص بشكل ممتاز. ليلية مثالية خلف المدافعين. كرة في الجناح، كرة في الجناح. اللاعب يتوقف لتنفيذ رمية التماس. تدخل بيخلص الكرة. أرنولد، كرة بينية فيها خطورة الآن. كرة بينية فيها خطورة الآن. يتقدم فيها. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النصر. لاعب يخسر الكرة تحت ضغط الآن. مبابي، كوكي، كرة إلى الأمام. مبابي، مبابي بيلعبها في المنطقة. اعتراض الكرة، شوف الكرة مقطوعة. كرة بينية فيها خطورة الآن. في المرمى مرات، في المرمى عدت الكرة في الشباك. يا الله، أي دراما، أي أكشن. في المرمى مرات، في المرمى عدت الكرة في الشباك. يا الله، أي دراما، أي أكشن. ريال مدريد هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. عنده فرصة التمرير.
تصدي كبير لحارس كبير. يا رب الله عليك. محاولة تنتهي عند حارس المرمى. ممكن يتشرب، ممكن يسجل. ليليا مثالية خلف المدافعين. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. مستحيل. الله على الكرة، على اللعبة. شوف وتعلم. الله على النهاية، على الأسلوب. وهذه كلمته. وعلى الجميع الاستماع، وعلى الجميع الاستماع. هدفين أول في المباراة. في رأيي أداء كان في الشوط الأول جيد جدا ولا غبار عليه. كرة ممتازة في المساحة. كرة إلى الأمام. تحكم ممتاز. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ الله الله الله. على السحر، على العطر، على النسر، على الفلسفة، على الهندسة. يا سلام يا سلام. النتيجة الآن 3-3. كوكي. بابي. لقطة تلعب بالأعصاب. وما زلنا نرى مثل هذه التدخلات. بعد هذا التدخل لابد أن يتدخل الحكم لوقف كل هذه اللقطات العدائية. أوه! العارضة تتحدى وتعترض الطريق. استخلاص الكرة وإيقاف المحاولة. كرة إلى الأمام. محاولة هدف التقدم. أوه! اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة لم تكن بالشكل المطلوب. أوه! فرصة محققة لكن تخطئ المرمى. صافرة الحكم تعلن عن وجود خطأ. كرة طولية من الحارس. يتحرك سبيله ويفتح اللعب ويطلب الكرة. أوه! الحكم يحتسب الخطأ. الحكم يعلن عن ركلة حرة. ليلية مثالية خلف المدافعين. شوف كيف المرور، شوف المهارة. لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام. حلوة الكرة إلى الطرف. أمام مساحة كبيرة لاستغلال الهلال. بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18.
الله على الكرة، الله على اللعبة، الله على اللمسة، الله على الهدف. رأسية في الشباك، الله على هذا الهدف. المتعة حاضرة في مباراة اليوم. الآن يجد الحلول بالتحرك ثم كرة ممتازة، محاولة خطيرة. لابد من إخراج الكرة بسرعة. نستأنف اللعب الآن مع رمية التماس. أرنولد، كرة ممتازة في المساحة. ضربة جزاء يحتسبها الحكم. ليليا مثالية خلف المدافعين، بثقة كبيرة يا عيني على الكرة، يضع الكرة في الشباك. المتعة حاضرة في مباراة اليوم. تمريرة رائعة. الله، ما أجمل سيطرة كاملة لفترات متواصلة في هذا اللقاء. استفادوا أيضا من الفرص المتاحة. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا تغطيتنا، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة. زي ما احنا شفنا وسمعنا، التعليق العربي اشتغل تمام. كان في ساعات تهنيج بسيط كده في التعليق، وده بسبب تسجيل الفيديو. لكن لو شغلت اللعبة بدون تسجيل فيديو هتلاقي التعليق شغال معاك تمام بدون أي مشاكل. وفي آخر الفيديو شكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي أنا قلتها. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان تشجعني إن نعمل فيديوهات تاني إن شاء الله، وما تنساش تدوس على زر سبسكرايب أو اشتراك علشان يوصلك إشعار بأي فيديو بنزله. شكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.